وجبت لك السر ديال البيني باش يجيك خفيف وخاوي من الداخل وما شاربش الزيت. ما عليكي بهاد الوصفه هذه، اكيد الا جربتيه غادي تولي هذه الطريقه ديالك. في اناء 3 ديال الكيسان ديال الدقيق ونص، عبرت بهذا الكاس هذا. كندير بيضه بالحراره ديال المطبخ، 2 معالق كبار ديال السكر، كنضيف معلقه ديال الخميره ديال الخبز كنخلطها مع الدقيق، ساشي ديال الفاني، كيس ديال الخميره ديال الحلوه وزن 8 غرام، وكنخلط مزيان. من بعد كنضيف نص معلقه ديال الملح، وكنجمع بكاس ديال الحليب اللي كيكون دافي. هذا الكاس ديال الحليب كيجينا العجينه هي هذيك. من بعد ما كنجمعها كنضيف ليها معلقه ديال الزبده تكون بالحراره ديال المطبخ صافي، وكنبدا ندلك هذيك الزبده مزيان فيها، وكنولي نعاود ندلكها فوق سطح العمل، ومباشره كنديرها في اناء وكنغطيها ونخليها حتى كتخمر مزيان، كيتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما كتخمر لينا كنخرج منها داك الهواء وكنرش الدقيق فوق سطح العمل، وكنطلقها بالدلاك كيف كتشوفوا معايا صافي. من بعد ما كنطلقها بالدلاك بهذا الشكل هذا، ودائما كنعاونوا الدقيق غير ما نكثروش الدقيق، وكناخذوا واحد الكاس كنقطعوا به بهذا الشكل، وكنولي نعاود نديرهم في واحد المنديل وكنخليهم يخمروا. هنا من بعد ما خمروا ليا الزيت كتكون سخونه والنار تكون مهيله، وكنخليهم كنبدا نقلي البيني ديالي. وشوفوا معايا كيف كيتنفخ كيجي غزال. هنا بالنسبه التزيين غادي نزينو بسكر سنيده وساشي ديال الفاني صافي، وكندوزو كامل في سكر سنيده وكيجي على هذا الشكل وبالصحه والراحه.